وجاء في الإبانة الصغرى لابن بطة العكبري رحمه الله قال في شأن الروافض: قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: لا أصلي على رافضي ولا على حروري، لأن الرافضي يجعل عمرا رضي الله عنه كافرا، والحروري يجعل عليا رضي الله عنه كافرا. وقال طلحة بن مصرف رحمه الله: الرافضة لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وقيل للحسن رحمه الله: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه إنه إن مات لم نصل عليه. وقال المروذي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ما أراه على الإسلام. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال بشر ابن الحارث الرجل الزاهد يسمى ببشر الحافي، قال: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وقال الأوزاعي رحمه الله: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، الآية. وهذه الأقوال كلها في الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله، وهذا كلام السلف في الروافض. أما اليوم نرى كثير من المتأخرين يتوقفون في الحكم على الرافضة بأنهم أهل ردة وأهل كفر والعياذ بالله. فالسلف رحمهم الله حكموا على الرافضة بأنهم مشركون ليسوا على الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.